هلو هلو، معاكم محمد من مورد فيديو جديد من خماسية. قبل ما ابدأ حابب اشكر كل حد شاف الفيديوهات اللي فاتت وعمل لايك وشير، ولو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل عشان ما يفوتكش الفيديو كل جمعة. وفي خماسية النهاردة هنقول ايه احسن 5 افلام لاحمد عز. والمركز الخامس هيكون من نصيب فيلم الشبح اللي قدمه احمد عز سنة 2007، وبتدور احداث الفيلم عن شاب طايش قتل واحد علشان بنت، وكان ابوه مليونير، فعلشان ينقذ ابنه لجأ لمحامي فاسد اللي دور على شاب عشان يشيل التهمة بداله، ويكون اسمه اسعد ابو جريشة زي اسم القاتل، بس ملقوش غير سعد اللي هو احمد عز، واتفقوا معاه وكمان سرقوا بطاقته علشان يزودوا حرف الالف علشان يبقى اسعد، وكمان خافوا كل سجلات سعد القديمة علشان ما يبقاش فيه غير اسعد بس، وكانوا قايلين لسعد ان الحكم بتاعه هيبقى قليل، بس ضحكوا عليه. لكن سعد في المحكمة بينكر انه اسعد، لكنهم بيزوروا تحليل الدي ان ايه علشان يثبتوا انه اسعد، لكنه بيهرب. فبيوصل له مساعد المحامي اللي اسمه عبد الصمد، اللي بيكون الفنان الكبير صلاح عبد الله، ومعاه المحامي. لكن عبد الصمد بيضرب سعد على دماغه وبيقتل المحامي وبيحط المسدس في ايد سعد علشان يلبس سعد القضية، لكن بيفوق سعد قبل ما الجريمة تنكشف وبيكون فقد الذاكرة، لكنه بيهرب. وفي رحلة هروبه بيقابل سليمان اللي بيقوم بالدور ده الفنان محمود عبد المغني، اللي خده بيته عشان طمعان في الفلوس اللي معاه، واتعرف على أحلام اللي بتكون زينة، وحبته أحلام وساعدته هي وسليمان، وبترجع لسعد ذاكرته بالتدريج وبيفتكر ايه اللي بينه وبين عبد الصمد، وبيبعت سليمان ليه، لكن سليمان بيبيعه علشان الفلوس. لكن في آخر لحظة بيصحى ضمير سليمان وبيحاولوا يحرقوا عبد الصمد علشان يخافوا يقول لهم الحقيقة، وبدأ يساوم سعد لحد ما قدر سعد يثبت الحقيقة، وكده بيكون خلص الفيلم. وطبعا بفيلم عظيم زي ده وبالممثلين اللي كانوا متوظفين صح على أدوارهم وبالأغنية العظيمة اللي أكيد ما نقدرش ننساها، سألت نفسي كتير مرستش. اللي قدمها أحمد سعد في الفيلم اللي هي سألت نفسي كتير، يستحق يكون فيلم الشبح موجود معانا في الخماسية. والمركز الرابع هيكون من نصيب فيلم الرهينة اللي قدمه أحمد عز سنة 2006، وتدور أحداث الفيلم عن مصطفى اللي هو أحمد عز اللي ما بيلاقيش شغل في مصر، فبيتصل بصاحبه عماد اللي كان قايم بالدور ده الفنان الكبير محمد شرف الله يرحمه، اللي كان في أوكرانيا، وساعده عماد علشان يسافر هو كمان أوكرانيا. وعلى الطيارة اتعرف على الدكتور مكرم سحاب اللي قام بالدور ده الفنان صلاح عبد الله، اللي خد جايزة نوبل لأنه اكتشف اكتشاف خطير، وعرضت عليه جهات كتير إن هي تاخد الاكتشاف بتاعه لكنه بيرفض. وفي مطار أوكرانيا ساب الدكتور شنطته مع مصطفى على ما يتكلم في التليفون، وبتيجي عربية وبتخطف الدكتور مكرم، وبتكون رئيسة العصابة دي نور، وبلغ مصطفى السفارة، وبتكون لينا اللي هي ياسمين عبد العزيز مراسلة صحفية وبتساعده، وبيبدأوا إن هما يدوروا على الدكتور مكرم. وبيمر مصطفى بمواقف كتير، والناس اللي خطفوا مصطفى بيحاولوا يخطفوا مكرم لأن بيكون معاه اللابتوب بتاع الدكتور مكرم وهو ده اللي محتاجينه. وفي النهاية بتتعاون السفارة مع البوليس وبيقدروا ينقذوا الدكتور مكرم وبيحتفلوا بيه، وبينتهي الفيلم بظهور نور بعد ما بيفتكروها ماتت وبإنها هتفكر في خطة تانية، وبيخلص الفيلم على كده اللي بيكون جمع بين الأكشن والكوميديا، وبالظهور المميز للفنان ماجد الكدواني اللي كان قايم بدور كلاوي، وبجمال الفيلم ككل يستحق إنه يكون موجود معانا في الخماسية. والمركز الثالث هيكون من نصيب فيلم مسجون ترانزيت اللي قدمه أحمد عز سنة 2008، وكان بيقوم بدور علي الدقاق، وكان حرامي متخصص في فتح الخزن، وبيتقبض عليه وبياخد حكم مؤبد، وبيعرض عليه العقيد شوقي اللي هو الفنان الكبير نور الشريف الله يرحمه تجنيده في مهمة مقابل إنه يطلعه من السجن ويغير حياته. وجاب العقيد جثة مجهولة على إنها جثة علي، وبيقول له العقيد على المهمة إنه يقتل جاسوس إسرائيلي، وبينفذ علي الخطة، وبيديله العقيد شوقي جواز سفر باسم عبد الرحمن، وبيفتح معرض عربيات، وبيتجوز نيفين اللي بتكون الفنانة إيمان العاصي، وكمان بيخلف ولد. وكان بيساعده في المعرض شاهين اللي هو الفنان صلاح عبد الله. وفجأة بيظهر العقيد شوقي بعد سنين من جديد في حياة علي وفي عيد ميلاد ابنه، وكان بقى لواء، وبيطلب من علي انه يعمل معاه مهمة جديدة لكنه رفض في البداية، لكن تحت الضغط بيوافق، لكنه بيفشل الأول وبعدين بيطلب منه انه يحاول تاني وبينجح. وخد ورق من عضو مجلس الشعب اللي رجع الأوراق، وكمان بيقتل ابن عبد الرحمن انتقاما منه، فبيقرر عبد الرحمن انه هينتقم لابنه، وبيكتشف ان اللواء شوقي نصاب وهو مش لواء ولا حاجة وعنده سجل إجرامي كبير، وبيقدر عبد الرحمن يلبسهم كلهم في بعض بالتعاون مع ضابط، وبيكون قايم بالدور الضابط ده الفنان شريف منير، وبيعترف عبد الرحمن بكل حاجة وبيسلم نفسه. ودي بتكون نهاية الفيلم اللي عمل نجاح كبير وتقدمت الأدوار باحتراف عالي وبقصة مؤثرة جدا وبالبلوت تويست العظيم اللي في الفيلم، يستحق إنه يكون موجود معانا في الخماسية.
والمركز التاني هيكون من نصيب فيلم بدل فائد اللي قدمه أحمد عز سنة 2009، وبتدور أحداث الفيلم عن توأم في ملجأ اللي بيكونوا أحمد عز وبيتعرضوا للتبني. نبيل من نصيب قمر اللي هي الفنانة عايدة رياض، وكانت رقاصة، ونبيل بيطلع مدمن مخدرات وكمان بيوزع. وبيحب مي اللي بتكون منة شلبي وبنت تاجر مخدرات كبير. وأخوه فارس اللي كان من نصيب محسن اللي هو الفنان أحمد فؤاد سليم اللي كان ليه منصب في الشرطة، ومراته سميحة اللي هي الفنانة سوسن بدر. وبيطلع فارس ضابط وبيتعين في مكافحة المخدرات، وبيتجوز حبيبة اللي بتكون رشا مهدي. وبيحاول فارس يوقع تاجر المخدرات، لكن في محاولة تاجر المخدرات إنه يبعد فارس عنه بيبعت له ناس قدام بيته تهاجمه، ويكون في الناس دي نبيل. وبيخبط مرات فارس اللي كانت حامل ورايحة تقول لفارس الخبر لكنها بتموت. بيكتشف الشبه اللي بين نبيل وفارس، وبيعرف محسن ان هما توأم، وبيعرفوا ان نبيل هو اللي قتل مرات فارس. وبيخطف تاجر المخدرات فارس وبيبعت بداله نبيل علشان يعدوا صفقة مخدرات، لكن بتدور الاحداث وبيقتل تاجر المخدرات نبيل. لكن فارس بيمثل انه نبيل علشان يثبت التهمة على الحناوي، لكنه بيدخل السجن 3 سنين. وبيخرج يتجوز مي الحناوي عشان كانت خلفت من اخوه علشان يربي ابن اخوه. ودي بتكون نهاية الفيلم اللي بيكون فيلم عظيم رغم السواد اللي فيه. وطبعا ما نقدرش ننسى الدور العظيم اللي قدمه محمد لطفي في الفيلم، فأكيد يستحق فيلم بدل فائد إنه يكون المركز التاني في الخماسية. المركز الأول هيكون من نصيب فيلم ملاكي اسكندرية اللي قدمه أحمد عز سنة 2005، وبتدور أحداث الفيلم عن قتل رجل أعمال، وبتكون مراته هي المتهمة بقتله، وبيتوكل محامي كبير لكنه بيتخلى عنها، فبتلجأ لمحامي شاب في المكتب اللي بيكون اسمه أدهم اللي هو أحمد عز، وبيبدأ يدور على القاتل الحقيقي. وبنعرف في الفيلم إن سحر اللي هي غادة عادل كانت مرات حسين اللي هو خالد زكي، وبيكون راجل أعمال، وولاده ريهام عبد الغفور ومحمد رجب. وبتعرف سحر إن جوزها قرر يكتب ثروته لبنته بالرغم من إن هي استحملت خيانته ليها، فاشتكت لأخوها فتحي اللي هو محمود عبد المغني، ومنتصر المحامي اللي بيكون الفنان الكبير خالد صالح الله يرحمه. وبيتفقوا إن فتحي يقتل حسين علشان سحر تورث ويسرق الخزنة. وما بتتوجه التهمة على سحر بيقدر أدهم يثبت إن هي بريئة، وبيتهم ليلى سكرتيرة حسين اللي بتكون الفنانة نور بإنها اللي قتلت حسين. وبتدور الأحداث وبيحب أدهم سحر وبيتجوزها وبيخلف منها بنت، وبيبقى محامي مشهور. لكن بالصدفة بيوصل للحقيقة وبيعرف العلاقة بين سحر والمحامي وفتحي، وبيقوله المحامي منتصر على الحقيقة، وبيبلغ أدهم على سحر رغم إنه بيحبها. وبيخلص الفيلم على كده اللي بيعتبر واحد من أعظم الأفلام في السينما المصرية. ومجرى الأحداث كان بيدور بطريقة مختلفة، وإخراج عظيم جدا من ساندرا نشأت. فأكيد يستحق فيلم ملاكي اسكندرية إنه يكون المركز الأول في الخماسية بإنه أحسن فيلم لأحمد عز. كده تكون خلصت خماسيتنا، استنوني في خماسية جديدة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وقول لي رأيك في الكومنت وخماسيتك للتصنيف ده وتصنيفات الخماسيات جديدة. ولو عايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب، ولو حابب تشوف مقتطفات من حياتي الشخصية هتلاقي تحت لينك الانستجرام. وسلام. خلاص.